السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا كل حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشني كتير كتير من الفيديو اللي فات لفيديو النهارده بقى هنعمل رز معمر بطريقة سهلة وجميلة وجبارة، ومش قادرة اقول لكم يعني الصورة بتعبر عن نفسها. يلا نشوف احنا عملنا الرز المعمر دي ازاي. يلا يلا بينا. اول حاجة بقى يا جماعة، هم جايبة الصينية اللي انا هعمل فيها اهون. انا هحط فيها كيلو رز اهون، هفضي فيها كيلو رز وامسكه انقيه وانضفه كده واغسله اهو يا حبايبي. مسكت الرز بتاعي اهو، نقيته ونضيفه اهو ما شاء الله جميل جدا. انا من عشاق الرز المعمر وبحبه خاصة لما يكون بملح. فانا اهو مسكته اهو نقيته، هروح بقى اغسله على الحنفية واجي اهو يا حبيبة قلبي. مسكته غسلته ونضفته غسلته غسلة حلوة. انا قبل ما ابدأ باي حاجة يا جماعة انا قايدة الفرن. انا قايدة الفرن بتاعي قبل اي حاجة. انا هعمله بملح فهحط ملح. انت هتعمليه بسكر هتشيلي الملح وتحطي مكانه سكر اهو. حطيتي الملح اهو حسب الحدق اللي انت عايزاه. وهحط معلقه كبيره كده سمنه اهي يا جماعه. سمنه بقى، اي سمنه بقى انت بتحبيها، اي سمنه. سمنه بقري صفرة كده زي اللي انا عاملاها كده الخفيفه دي، سمنه بلدي. يا سلام بقى لو في قشطه، يا سلام لو معاكي قشطه كمان. عندك حته قشطه كده تحطيها كده على الوش بعد ما تفلفلي الرز كده بالسمنه اهون. انا والله ما عنديش قشطه للاسف، للاسف اللي عندي خلصوها. بصي يا حبيبتي، هتمسكي بقى حبايه الرز كده مع السمنه تدعكيها كده اهي، تخليها تشرب من السمنه اهي، تتفلفل كده الرز اهي، الرز بالسمنه اهو يا حبايبي. جميل جدا وسهل. جماعه اللي ما بيعرفوش يعملوه ولا خايفين منه ولا ما بيعملش معاهم وش، لا اهو سهل جدا جدا. امسك كده رزايه رزايه افلفلها بالسمنه اهو. اقعد 5 دقايق كده افلفل كل الرز بالسمنه اهو، زي ما انا بعمل معاكي كده. كل الرز لازما يشرب كده من السمنه اهو. هو كده كله شرب معايا اهو من السمنه بقى. انا عامله هنا كيلو رز زي ما قلت لكم كده في اول الفيديو. الكيلو الرز ده هحط عليه كيلو ونص لبن اهو. هروح بقى احط له اللبن اهو يا حبايبي. سقطت اللبن، حطيت لبن قد ايه؟ انا عامله كيلو رز حطيت عليه كيلو ونص لبن اهو. واقلبه بقى كده واسويه. اللبن ده عايزه تحطيه سخن مش هتفرق، عايزه تحطيه بقى يعني ساقع زي ما انا حطيته كده برضو مش هتفرق، زي ما تحطيه مش هيفرق. انا كان نفسي طبعا اعمله في طاجن، لكن الطاجن بتاعي اتكسر وانا لسه ما روحتش جبت غيره. مش عارفه يا جماعه ليه ما بيعيشليش طاجن، مع اني والله بحطه في الفرن واسيبه كده في الفرن لحد ما يجمد كده وينشف ولونه بيغمق، بس برضو معرفش ما بيعيشليش ليه طاجن. كل ما اجيبه ما بيعيش معايا، لازما بيكسر. اه نعم، كل حاجه لها عمر، انا معاكم في كل حاجه، بس ما بيعيشليش خالص خالص، مش عارفه ليه. بس كده خلص معايا الرز المعمر. لو عندك بقى حته قشطه هتحط على الوش كده حته قشطه، يخليه تحفه وجميل ويخلي الوش بتاعه ايه، تحفه. ماشي. فايه انا ما عنديش، فانا دلوقتي قايده الفرن هروح احطه بقى ايه في الفرن لمده ايه، نص ساعه، ساعه الا ربع. انا الاول هنسويه ويعني اول ما يعمل وش حلو كده والاقي اللبن بتاعه نشف هقوم مهديه الفرن يا حبايبي. اهون انا حطيته في الفرن يستوي اهو. علي عليه في الاول كده زي ما انتوا شفتيه كده، ودرجه الحراره برده تحت عاليه قوي. واول ما يغلي على طول اقوم موطيه عادي كانه الرز على البوتاجاز بالظبط، ما بيفرقش حاجه عنه. الناس الجماعه اللي بيخافوا يعملوه او ما بيعرفوش يعملوه سهل جدا وبسيط. بس او انا عندي داخل اهو على السوا، داخل على الغليان اهو. اول ما يغلي هوطي معاه كده يا حبايبي. يكون عملت الرز المعمر بتاعي التحفه الجميل ده، والريحه مش قادره اقول لكم يا جماعه جباره وجميله جدا، والرز مفلفل ومستوي وجميل اهو. بطريقه سهله جدا وبسيطه عملنا الرز المعمر اهو تحفه. عايز تعمليه بسكر هتشيلي الملح وتحط سكر زي ما انا قلت لكم في الفيديو. تنسيش بقى يا حبيبتي لو عجبك الفيديو بتاعي اشتركي معايا في القناه ودعميني واكتبي لي كومنت حلو كده من القلب. باي باي.